هل التفاوض موجود في البيزنس؟ موجود في اشكال كتيره جدا في البيزنس، من اول بقى بتبيع موبايل، بتشتري عربيه، بتشتري شقه، كل حياتنا مليانه تفاوض. عشان كده في نوعين من التفاوض، في حاجه اسمها انفورمال نيجوشيشن وده التفاوض الحياتي، وفي حاجه اسمها فورمال نيجوشيشن اللي هو التفاوض في البيزنس. هل التكنيكس واحده؟ اللي هيتعلم، احنا طبعا هنركز في شغلنا كله على التفاوض فين؟ في البيزنس، ولكن نفس الاساليب ونفس التكنيكس تستعمل في الحياه عادي جدا جدا في ابسط المواقف. طيب لو عايزين نقرب الفكره شويه، يعني ايه تفاوض في الحياه؟ ايه في حياتنا احتاجنا فيه تفاوض؟ فكر فيها كده. كل حاجه. الجواز ما فيهوش تفاوض؟ بيع ولا تفاوض؟ الجواز ده عامل زي شارك تانك بالظبط. انا فلان الفلاني بشتغل كذا وبسافر كذا وناوي ان شاء الله اكمل حياتي في اسبانيا واعمل كل ده بيع. الراجل بيبيع نفسه كعريس. حلو. لو ابو العروسه رفضه، قال له لا والله احنا ما عندناش بنات يروحوا اسبانيا، ده اعتراض في البيع عادي جدا. يبدا يقول له يا عمي احنا هنبدا حياتنا وهنعمل يا عمي مش عارف ايه كل ده بيع. اول ما تيجي جمله احنا تمام من ناحيتنا بنشتري راجل، هنا بدا معلم التفاوض. بدا يا باشمهندس يوسف التفاوض لما قال لك احنا بنشتري راجل، عشان تدخل معانا في المود بس على طول. ليه بقى؟ ورا كلمه احنا بنشتري راجل احنا عاوزين كذا وكذا 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 وكذا. امكانياتك بقى تجيب ولا ما تجيبش؟ لو ما تجيبش هتحتاج تتفاوض. شارك تانك نصه بيع ونصه تفاوض. ابسط المواقف في الحياه، لو طلبت من عمر دلوقتي يقوم من على الكرسي ده عشان انا برتاح عليه نفسيا، عمر ممكن تغير مكانك؟ ده يحتاج منك تفاوض. عمر عارف ليه؟ عشان في سيناريوهات. عمر ممكن يقول لي لا مش هقوم من على الكرسي، وعمر ممكن يقول لي اتفضل يا ريس الكرسي مكاني، وعمر ممكن يقول لي حلول عبقريه ترضي الاطراف كلها. هو ده التفاوض. ده هدفه دلوقتي انه يقعد على الكرسي، يسيبه يمسكه. ابسط المواقف في حياتك تفاوض. اتنين صحاب خارجين مع بعض، واحد عاوز يروح السينما وواحد عايز يروح يتفرج على فيلم. اخر حفله النهارده في فيلم سينما، ده بيحب الكوره وده ما بيحبش الكوره، فالاتنين بيخرجوا مع بعض كل يوم. فقال له ما تيجي النهارده تتفرج معايا على الماتش النهائي بتاع مش عارف ايه. قال له يا عم انا ماليش في الكوره، ما تيجي انت معايا تتفرج على حفله السينما بتاعت فيلم كذا. طب انا ما بحبش السينما، هنعمل ايه؟ كام سيناريو ممكن يطلع هنا؟ في احتمالات كتير جدا. احتمال الاتنين يروحوا السينما، واحتمال الاتنين يروحوا الحفله، واحتمال الاتنين يقسموا حل وسط مرضي للطرفين مش مرضي بشكل كامل، واحتمال الاتنين يتفرقوا ويبوظ التفاوض، روح انت بقى فيلمك وانا اروح السينما بتاعتي، واحتمال يبقى في حل عبقري يرضيهم الاتنين.